أحلام أحلام، أهبط ما عادش بكري على المكتب. ربي يومي برحمة بابا لا حتى بعثني، عم أحمد ما عادش يحب يكردينا. جيت انتي هزها تقرا، ما عادش بكري عليها. خليل اف منا ريحة، شوف الرجل فيش يعمل. يمشي منين ندري عليه يا أحلام؟ يا خويا علاش تروح غادي؟ هاكم صب اللوطه لابسين ريحه احنا. يسيبنا الصباح كيس الحاكم طيش وين نحب. نخليك نجري على خاطر طلعك للسطح. أمي هدني الجبل. الجبل ما مشيتلوش انا بنيتي، ها كل يوم تتفرج فيه مسطوحات. اليوم قررنا يا نساتي على الطبيعة، حر غابة جبال، أنا نعرفهم باش نشوف كان في جبل مسطح. اي وين اش تحبي نعمل لك؟ لا نحب نمشي اليوم يا نساتي عطتنا إنتاج كتابي على الطبيعة، كان ما تهزنيش والله لا عاد نمشي نقرا. ما عادش تمشي تقرا، هاكا نوريك معناها ما تمشيش تقرا. هي انا تو باش نشدك على هيك تقرا في المكتب. هاكا تهدد فيا وليت على القرايه، نزلت الجبل ولا لا؟ كلمه لا. يومي سامحها. تعرفتوني انت واختك. ادخل. بسم الله فين الكيف خد بالك. ها يا جمال تفرهدت في الجبل فرهد. أول مرة وآخر مرة، ما عادش نجيبك. أوكي. نكتب إنتاج كتابي باهي. أي. داكودو بنتي، هاي ما ود بالك على روحك. بسم الله لا بنتي. ايه ما تحت شعرك. ها شي نكملوا. جرب خدها. شبيه جبل مسخ وفيه حجر. أنا عارفة بنيتي، أنا أول مرة نجيه الجبل هذا، كان مش انتي والله ما نجي. علاش يطيشوا في الزبل والدم لهنا، وزيد حتى البلدية مش قايمة بواجبها. هيا نروحوا بنيتي. أمي شنو نحس هذيا مع القرآن والحاجات البيض؟ هذيكي جبانة بنيتي، والبيض هيكم مقبورات، الواحد كي يحب يرتاح يجي لهوني. إيه يرحمك يا سي سالة، قديش خليت عليا بلاصة. ايه جاي بنيتي. روحوا. هيا نروحوا. ليه أمي خليك نختار هذاك. يا بنيتي ما عادش بكري. ليه بابا هوا إلي. ذهبت إلى الجبل أنا وأمي، واكتشفت أنه مخيف ومرعب. لا أريد العودة هناك. لم أشاهد
في حينا سوى الفضلات والفوضى. أشاهد الطبيعة سوى في صور كتاب القسم. لو أن أبي صالح كان موجودا لأخذني إلى مكان جميل. في بالك الحقيقة مش الناس الكل يعرفون، ما يهمش تكون متعلم ولا واعي باش تفهمها، مش كيما تحسها كيما تعيشها. كيما قالت أحلام، اليوم قررنا نستطيع الطبيعة، بحر غابة جبال أنا نعرفهم باش نشوف كيف جبال مسطح. برشا كيفها في اللحوم الشعبية والمناطق الداخلية. تونس خضرة ومزيانة من الشمال للجنوب، واحنا توانسة زاد. منحبش نشوف بلادي كانت تتصور الكتاب ولا في الأخبار. ديما نحكي واضح، تو يجي نهار كيفي أنا تحكي قصتك.